السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة معايا الحلة دي فيها حتة وصفة اظن هي باينة مش محتاجة كلام، بس انا الحلة دي بسميها حلة الانقاذ السريع. هنعمل شوية كشري مصري انما ايه تحفة جدا، ان شاء الله تجربوها بطريقته تعجبكم، مع شوية صلصة بالخل وشوية ورد مقرمش. يا سلام، مش هتلاقوا زيه في اي حتة. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده الكشري المصري في حله واحده. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وحرفيا هتحبي وقفه عمايل الكشري المصري من كتر ما هو سهل بالطريقه دي. ومش هعمل 100 حله، ولا هعمل حمص، ولا هعمل دقه لوحدها. هسهلك وقفتك في المطبخ عشان الصيف والحر، وان شاء الله هتعمليه ويعجبك. جربوا الكشري بطريقتي وانا ضمنالك مليون في المية انه هيعجبك، ودايما هتعمليه بالطريقة دي. هعمل كمان جنبه شوية صلصة بالخل، 2 في 1، يعني صلصة ودقة مع بعض في نفس الوقت. عايزة تعمليها بالشطة براحتك، عايزة تعمليها من غير شطة زي ما انا هعملها النهاردة تمام. اما بقى الورد التحفه الجميل اللي معانا النهارده، او البصل المقرمش، هقولك على تركايه حلوه قوي قوي. بصراحة هما 2 تركتين عشان يطلع معاكي مقرمش ويفضل مقرمش على طول لحد اخر واحدة. هفرجك بقى على حتة طبق كشري بيلمع يقولك كليني من كتر ما هو تحفة وجميل. يلا مع بعض كده نبدأ الخطوات ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عملتها اول ما دخلت المطبخ، نقعت، بس قبل ما انقع جبت كوباية عدس بجبة او العدس الاسمر ده، وغسلتها كويس جدا جدا جدا، ونقعتها في مية سخنة وغطيتها كمرتها لمدة نص ساعة. البصل، جبت بصلتين حلوين كده وقطعتهم بالنص، كل بصله قطعتها نصين، والنص قطعته نصين، وقطعته زي ما انتم شايفين كده عشان الورده تبقى صغننه او البصلات تبقى صغننه ما تبقاش كبيره. ورشيت عليها رشه ملح ومعلقه دقيق صغيره. معلقه الدقيق دي هي سر قرمشه البصل. وهقلب البصل مع الملح والدقيق كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هرفع على النار الحله اللي هعمل فيها الوصفه كلها، هي دي الحله اللي انا هشتغل بيها. وهحط زيت، طبعا كميه زيت كويسه، والزيت يبقى نضيف عشان ما يعملش ريحه وطعم مش حلو. وهحط البصل يتحمر زي ما انتم شايفينه كده على نار متوسطه علشان ما يتحرقش بسرعه، وهو ده اللون اللي انا عايزاه. هيديكي القرمشه المظبوطه اللي انت عايزاها. السر التاني لقرمشه البصل ان انا ما بطلعوش لا على مناديل مطبخ ولا على ورق ولا اي حاجه خالص، بطلعه على مصفى زي ما انتم شايفين كده، وبحط تحت المصفى ورقه منديل بحيث ان هو يصفي كل الزيت بتاعه وميبقاش ماسك في بعضه كده. بصوا مفرفط ازاي، تحفه جدا، وهيفضل معاكي لاخر ورده مقرمشه. وعلى ضمانتي لو عملتيه ما طلعش مقرمش تعالي قولي لي يا شوشو انت ما بتفهميش. بس كده وانا شغاله بقى قلت اما اعمل لي كوبايه قهوه فرنساوي تحفه جدا، كوبايه تحفه جدا. يلا بينا نعمل خطوة مهمة جدا. الزيت اللي انا عملت فيه البصلة هستخدمه في الصلصة وهستخدمه في الكشري برضو، ده سر من اسرار الكشري المصري على فكرة يا جماعة. يلا بينا هنعمل ايه. هنحط على الزيت بتاع البصلة نص كوباية شعرية، انا مش عاملة كتير، عاملة كمية قليلة عشان الكشري بيتاكل في نفس اليوم اللي بيتعمل فيه، لما بيبات مش بيبقى حلو. هحط على نص كوبايه الشعريه بعد ما حمرتها نص كوبايه رز مصري مغسول ومتصفي كويس جدا جدا من ميته، وهقلبهم كده. حدي للرز، انا بحب ادي الرز تقليبه حلوه كده. بعد كده هنزل بالعدس بجبه بتاعي بعد ما صفيته من الميه. هعمل ايه بعد كده، هحط معلقه ملح او معلقه ونص على حسب الحدق اللي انت بتحبيه، ورشه فلفل اسود صغيره جدا، ونص معلقه كمون. لازم طبعا الكمون يتحط مع الكشري. ميه العدس بقى اللي احنا كنا نقعين في العدس نضيف، انا غسله مره واتنين وتلاته ونقعاه في ميه سخنه حلوه يعني نضيفه جدا. الفوائد بقى اللي نزلت من العدس هقولك هنعمل بيها ايه. هنا انا حطيت الاول كوبايه مكرونه مرمريه اللي هي الصغيره. طبعا المكرونه دي يا جماعه انتي حره، اختيارك انت في المكرونه براحتك خالص. انا حطيت كوبايه مرمريه اللي هي العقل الصغيره دي، وحطيت كوبايه مكرونه فرن، وكوبايه اسباجيتي متقسمه على 3 قطع. يعني انا مقسمه المكرونه الاسباجيتي على 3 قطع. دي الميه اللي انا قلتلك عليها اللي فيها فايده العدس كلها. اوعي ترميها، العدس نضيف وانت غسلاه ونقعاه في ميه نضيفه، فايدته كلها نزلت في الميه دي. هحط بقى الميه بتاعتي. طب مقدار الميه قد ايه يا شوشو؟ مقدار الميه هيغطي المكونات بتاعتك كلها، ما تكتريش عن الميه اللي انا حطاها قدامك دي عشان ما يعجنش منك. وبمجرد ما الميه تبدا تتشرب هتلاحظي ان المكرونه بدات تدخل في السوى.
بس خلاص وطي توطية الرز العادية وسيبيه يستوي. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى شوية صلصة كشري بالدقة، انما ايه تحفة جدا وخطيرة. الزيت بتاع البصلة اللي انا كنت في اول الفيديو وريتهولك حطيت فيه معلقة توم مهروس، معلقة توم مهروس. هخلي التوم لونه اشقر، مش هحرقه، مش هغير لونه خالص، مش هغمقه، هخليه بس لونه اشقر. بعد كده هنزل عليه بنص كوباية خل او فنجان خل. خلاص خدوا بالكم من الخطوة دي مهمة جدا، هتطلع ريحة تحفة. بعد كده بعد ما حطيت الخل هنزل بعصير طماطم، وهنزل بصلصة طماطم، وهزود شوية مية، وهحط معلقة ملح، رشة فلفل اسود خفيفة جدا جدا جدا، ونص معلقة كمون او رشة كمون لو مش بتحبي الكمون في الصلصة. خلاص هقلب كل الكلام الحلو ده، وهسيب الصلصة تتسبك براحتها خالص. وكلي احلى كشري، كلي احلى كشري. الف هنا وشفا لكل حد هيجرب اي وصفة من وصفاتي. الف هنا وشفا. ما تنسونيش في دعواتكم الحلوة، ولكم بالمثل ان شاء الله. اتمنى الوصفة تعجبكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.